الراجل اللي رجع من المقابر وحكى لهم مين كان جوه. مكان القصة مدينة طنطا، منطقة اسمها الجبانة. قصة شهيرة اتحكت في التسعينات. القصة دي عن حنفي، راجل غفير بسيط كان حارس على مقابر الجبانة في طنطا من سنة 1992. الراجل ده كان معروف إنه قلبه جامد، بينام جوه المقابر ويقول: الميت ما بيخوفش، اللي يخوف الحي. لكن اللي حصل معاه ما كانش بشر. في ليلة مطر تقيلة اتقال إن حنفي شاف دخان خفيف طالع من مقبرة قديمة. قرب منها، سمع صوت خربشة، افتكر إنه قطة أو كلب. فتح باب المقبرة، لقى جوه واحد واقف ظهره ليه. نادى عليه: مين؟ الراجل لف وشه وطلع وشه وش حنفي نفسه، كأنه بيبص في مراية جوه قبر اتجمد في مكانه. وقع على الأرض واتشال على المستشفى. لما فاق حكى للناس: أنا شفت روحي جوه القبر وأنا لسه حي، وكأن حد بيقول لي دورك جاي قريب. بعدها بأسبوعين بس مات حنفي بطريقة غريبة. وقع فجأة وسط المقابر وهو لسه ماسك المفتاح في إيده. من بعدها الناس اللي حوالين الجبانة بيقولوا إنهم بيسمعوا خبط على باب مقبرته بعد نص الليل، ولو حد قرب يسمع صوته بيقول: ابعد، دوري لسه مخلصش.